السلام عليكم، معكم خولة من قناة غوصيت خولة. مرحبا بكم. فاليوم كنقدم لكم اسرع واسهل بات فويتي، اي العجين المورق. صراحه يعني سهله لواحد الدرجه وسريعه، كتوجد في تقريبا ساعه المكانه، عكس العجين المورق الاعتيادي اللي كيخصو وقت طويل ديال الثلاجه، دخل وخرج، يعني كيخصو واحد الوقت. هذه كندخلوها وما كتفوتش واحد ربع ساعه في كل مره كندخلوها. كتجي سهله وماشي فيها ديك الخدمه الكثيره، ديك التماره كثيره. فجربوها وردوا عليا الخبار. مرحبا بكم في القناه. الا مازال ما اشتركتوش فكنتمنى تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر ديال ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وندوزو دابا للطريقه والمقادير. فغادي نحتاج 600 غرام ديال الدقيق الابيض يكون مغربل، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الزيت النباتي. غادي نحتاج 250 غرام ديال المارغرين خاصه بالحلويات. انا درت هاد الماركه، ممكن ديروا اي ماركه. وغندير الماء حسب الدقيق. هنا عندي كاس وغادي نشوف. نمروا دابا للطريقه. اول حاجه غادي نديرها هي غادي ناخذ الزبده، غادي نقطعها على جوج، نقسمها نرجعها ثاني للثلاجه باش ما تسخنش لينا. قسمت الزبده على جوج وكل نصف قسمته مربعات ورجعتها للثلاجه. دابا غادي ندوز باش نعجنوا العجين. نعجنوه بطريقه عاديه، وإلا كنا بغيناها مثلا الحلويات فكنزيدوا ليها تقريبا واحد نصف ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه. جينا من بعد ما جمعتها فما كنحتاجوش ندلكوها بزاف، غير كتجمع وكيخصها تكون قاصحه، يعني ما تكونش رطبه. دابا غادي نديرها في البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح تقريبا واحد 5 دقائق ونعاود نرجع. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه تقريبا واحد 5 دقائق، فكنجبدها وكنورقها فوق سطح يكون مرشوش بالدقيق، وكنحاول نورقها مزيان. بعد ما ورقت العجين بهذا الشكل هذا، دابا غادي ندير فوق منها الزبده، غنوزعها عليها بشكل متساوي. هذا غير النصف ديال الزبده، يعني ماشي كميه كامله. بعد ما وزعت الزبده بشكل متساوي على العجينه كامله، فدابا غنلويها على شكل اونفولوب بهذا الشكل هذا. وغادي نبدا نهز المدلك ديالي ونبدا نضرب. غنبدا نضرب بهذا الشكل هذا. كنسرعها عاوتاني وكنلويها على شكل ديال جوا او اونفولوب.
من بعد ما كنجمعها كتكون مقاده، كندخلها للثلاجه تقريبا ربع ساعه، بين 10 دقائق و 15 دقيقه، عاد كنعاود نخرجها باش نخدم فيها. ما خرجت العجينه ملي دازت ربع ساعه غنعاود نضربها، بهذه الطريقه، عاد نورقها. ما ضربتها مزيان بالمدلك، دابا غنورقها. من بعد ما ورقت العجينه دابا نعاود ندير ليها هذيك الزبده، اللي نص ديال الزبده اللي بقى، ونوزعو عليها كامله. بعد ما وزعنا الزبده على العجينه كامله نعاود نهزها وندير لها على شكل ديال انفولوب بهذا الشكل هذا، ونعاود نضرب العجينه ونحاولوا ما نخرجوش الزبده من الجناب. نعاودو نديرو على شكل جوا من جديد، ونرشو شويه بالدقيق، ونورقو دابا العجينه. كيف ما كتلاحظوا فكنورق العجينه، من بعد ما كنورقها كنلاحظوا بان الزبده بدات كتخرج شويه، ماشي مشكل، غير حيت ما شداتش بزاف في الثلاجه. دابا غادي نعاود نلويها على شكل جوا. بهذا الشكل هذا، دابا نعاود نخبيها بالبلاستيك الغذائي وندخلها للثلاجه 10 دقائق حتى 15 دقيقه. من بعد ما دازت لينا 15 دقيقه، بين يعني 10 دقائق و 15 دقيقه، فكنخرجها وكنعاود نفس العمليه، كنبدا نضربها عاد نورقها بهذا الشكل هذا. في هذه المرحله كنطلقها مزيان بالمدلك، كنورقها مزيان، ومن بعد كنجمعها على شكل انفولوب، يعني للمره الاخيره. هنا صافي في هذه المرحله فرا العجينه ديالنا وجدات واجده وناضيه. كنجمعها بشكل ديال الجوا، وكنستعملها، ممكن نستعملها في الحين، ومن الاحسن نخليوها في الثلاجه تشد عاوتاني راسها واحد 5 دقائق، يعني غتكون احسن بما تجمعات شويه تاني الزبده. كتكون دابا واجده، كنستعملوها لجميع انواع المملحات او البيتزا، وممكن نستعملوها الحلويات. غير هي من الاحسن الحلويات كنستخدموا ديال الخميره باش كتنفخ شويه. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال طريقه تحضير لاباط فيوتي او العجين المورق، طريقه سهله وسريعه، فكنتمنى يعجبكم. وبالنسبه للفيديو القادم ان شاء الله فراه غادي ندير طرق بسيطه يعني لتحضير مملحات من هذا العجين وتكون غير مكلفه. فشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.